استغفر الله استغفر الله. أوه واو، إنه هذا الوقت من العام مجددا، الصيام، العبادة، قراءة القرآن والبرامج الدينية الجميلة. حين تقوم قناتكم المحبوبة اللي الناس لسه لحد دلوقتي بتتلخبط هل صاحبها ولد أو بنت، ميل فيميل، It's a Sky Fox Who cares، بإلقاء نظرة حول الأنيميشن الديني المختلف بشتى أنواعه في الموسم الثالث على التوالي، واعتباره الرابع رمضان نخوضه معا. مدى السابقة كنت بنوع من حيث المسلسلات والأفلام أو جودة السيئة أو جيدة، ولكن السنة دي قررت قرار أكيد مش هندم عليه أبدا. قلت في نفسي وأنا بدور على الأعمال، تعرفوا كم من الممتع مشاهدة برامج دينية جيدة، عشان كده يلا نشيل المتعة دي تماما ونعاني. وهكذا كل اختياراتي لهذه السنة هتكون سيئة بطريقة أو بأخرى، ومن يدري قد يحالفنا الحظ ويطلع في منهم حلو في النهاية. وأول كرتون معانا أنا حاطة عيني عليه من السنة اللي فاتت، وقد حانت اللحظة أخيرا. هيا هيا لا 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 معنا كم تحلو الأوقات. شيء كنت بلاحظه كتير في البرامج الدينية أو الإسلامية مثلا، إن الشخصيات البنات إما مسحوب عليهم بشكل كبير أو مش موجودين من الأساس، وده في عالم النسوية الحديثة إذا بيج نو نو. لذا النهاردة قررت أرجع حق كل البنات في كرتون شخصياته الرئيسية كلها إناث، عشان كده طلع وحش. أقدم لكم جميعا كرتون الأخوات سين من إنتاج قناة المجد، وعلى حسب ما رأيت فإنه كرتون من غير موسيقى نهائي، مفيش نسخة فيها، واللي هو عكس برامج تانية مشابهة زي أعمال إيماري تونز مثلا اللي ليها نسختين مع وبدون موسيقى على حسب القناة اللي كانت تعرضه. وأنا هرجع لبرامج إيماري تونز كمان شوية. عن نفسي دي أول مرة أشوف فيها الكرتون، فلو في أي حد هنا عنده ذكريات معه وبيحبه معلش. ولاني هطف ما فهمتش معنى السين في اخوات السين في الاول، بس طلع ان الشخصيات الرئيسيه هم ساره، سلمى، سلوى. شايفين اي رابط مميز؟ كرتون ده ماشي بنمط كرتون هادف مع قصصه الخاصة، ولكن احب اقول لكم ان ده واحد من اكتر البرامج العربية المصروعة والشاطحة اللي شفتها. هو عبارة عن فوضى عارمة من اول الانيميشن، اداء الصوتي والاناشيد، لغاية القصص نفسها. كل حاجة فيه بتمشي بسرعة وبشكل غير متوقع، لدرجة انه عقبال ما تستوعب ايه اللي بيحصل تكون الحلقة خلصت خلاص. من النواحي الفنية المجردة فإنه يعتبر كرتون سيء، ومع كده أنا ما قدرتش ما حبوش جدا. هو حالة رائعة من so bad it's good، نوع المفضل من البرامج، بس عشان تفهموا قصدي محتاجة أبدأ من الأول. أنا سارة عندي أفكار جبارة وأخطط أيضا بمهارة. حبكة الكرتون ببساطة ان عندنا 3 اخوات، سلمى سارة سلوى، بنفس الترتيب العمري. هما بيعملوا متاعب وامور عشوائية، بعدين حد بيقول آية او حديث او حتى مجرد نصيحة سريعة، فالبنات اتعلموا الدرس وصححوا اخطائهم وبس كده. بس انا كدبت عليكم، اللي قلته مش صح 100%، لان الكرتون مع انه مفروض عن ال3 بنات، بس انت ممكن تغير اسم المسلسل لسارة صرصارة بنت الحارة تراك بالسيارة وما حدش هياخد باله، لان اغلب الحلقات ان لم يكن كلها بتركز على سارة ومشاكلها، بينما الاختين التانيين مجرد موجودين كده في الخلفية من غير اي حاجه، ربما لانها الوسطانيه ومحدش مهتم بيها فبتطلع على شكل شقاوه، بس مع ده فهي كويسه من جوه. بينما سلمى هي البنت الكبيره العاقله، وسلوى هي بنت صغيره تحس ان هي عندها تخلف عقلي وبتتكلم كده نعم أنا أحب الكعكة جدا. كملاحظه سريعه، كرتون ده ليه حلقات كتير والوضع مش منظم قوي، فصعب بقى اعرف عددها بالظبط، بس انها في حدود 26 27 كده تقريبا، واخترت منهم بشكل عشوائي. ممكن تفتكر ان طول الحلقه الواحدة حوالي 10 دقايق، بس ده مش صح، لانك لو قصيت شرط النهاية والبداية هتحصل على حلقة قصر بكتير. ضيف على كده ان كل حلقة ليها انشودة، مما يخلي طول الحلقة الفعلي 5 دقايق في المتوسط، وكتير بيكون اقل اصلا. ولكن المدة القصيرة دي ساعدت ان ما يكونش عمل ممل عكس برامج تانية كتير، فدي نقطة كويسة. خلينا نبدأ بألطف حلقة في الحياة. كان عندنا قطة صغنونة كيوت سعيدة بحياتها من غير اي مشاكل، ولكن ليس بوجود سارة اللي قررت ترفسها، تربطها من ايديها، تجرها وراها، بعدين تشبكها في شجرة وتسيبها. كل ده عشان القطة تجرأت وتواجدت في نفس محيط سارة. يعني بمجرد ما تشوف هذا الوجه هتعرف على طول انها دي قص كل المصايب. بعدين ابوهم اللي بيفكرني شويتين بالمهند لو كان اقل وسامة واقل روعة قل كل حاجة، قال لهم احذروا يا بنات أين سنذهب اليوم، فقعدوا يقترحوا 70,000 حاجة، كل مرة يقول لهم لا. من يخمن يا فتياتي إلى أين سنذهب في رحلة اليوم؟
العامة. هذه رحلة الأسبوع القادم. أعتقد أن من تخمن؟ إلى مدينة الألعاب الترفيهية. هذه رحلة الأسبوع بعد القادم. أعتقد لا. من هنا قالها نروح لمكان مليان حيوانات أليفة، ثم مباشرة يورونا صور لأفتك الحيوانات المفترسة في العالم. سنذهب إلى مكان مليء بالحيوانات الأليفة. حلو إن هو قلب نفس الصفحة 3 مرات في نفس المشهد. وراحوا لحديقة الحيوان على أي حال. نعم، إنه الأسد، والأسد هو يبا كلامك أسطوري كل حاجة، بس هو ليه الدنيا غرقانة مية كده في الخلفية وانتوا في وسط سيول ولا حاجة؟ ولأن سارة ما اكتفتش من تعذيب الحيوانات فقررت تكمل مضايقتها على قرد مش قادر يوصل للموز، بالرغم من كون في صناديق موز مليانة قدام عينيها عدل، فإنها قررت تطلع الموز من بطها، لأن سارة لا تهتم بتلك القوانين، هي كول لتلك الدرجة، وكلتها قدامه عشان تغيظه وتحسبا، بس في حالة إنه ما اتضايقش كفاية فإنها عملتها تاني. انت شايله كم موزة هناك يا سارة؟ غلط عليك يا حبيبتي، ما ينفعش كده. فجت المرشدة قالت حديث عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فسارة حست بالذنب وقررت ترجع تفكها. ياي. حلقة أخرى كانت البنات مستنية أمهم ترجع بكيكة. ولا كأنك مش عارفة يتدنب، وسارة هتقتلهم كلهم لأنها مش طايقة الانتظار. وعلى العموم خلصت الأم الكيكة، فأخدوا الكيكة وسارة بلعت بتاعتها في 3 ثواني ومباشرة انتقلت للهدف الثاني. ولسبب ما في بغاء بيتكلم عايش في ساعة، مش متأكدة هل ده مفروض يبقى طائر حي ولا هو جزء من الساعة نفسها. المهم لا شيء سيوقف سارة عن الوصول للكيكة حتى لو هتتشعلق في الأباجورة. أنا متأكدة أن ده مفروض صوت هبوطها على الأرض، لكنه أشبه بكتير بصوت ظهر سلمى وبيتكسر من الوزن. فسارة تشكر أختها على مساعدتها. سايك، ضحكت عليكم، ما عملتش كده. كنت سأحتفظ لك بنصيبك من الكعكة داخل معدتي. فما ضيعتش وقت وانتقلت على طول لهدف أسهل، سلوى. وصراحة المشهد ده بيضحك. أنا أختك الأكبر منك، ودوري أن أعلمك كيفية أكل الكعكة بالشوكة. تضعين الشوكة هكذا وتقطعين جزءا من الكعكة هكذا Wanna see a magic trick? Good. Abracadabra. وسلوى الغلبانة بتفتح بقها مستنية تاكل، ولو وقفت في نفس اللحظة دي هتظن ان سلوى بتعيط عشان سارة اكلت اكلها، لكن سلوى اغبى من انها تستوعب اللي بيحصل فما عيطتش. حاجة تاني جديرة بالذكر اني توقعت هيكون كل حلقة قصة منفصلة زي كل البرامج المشابهة، وده صح، بس طلع ان في كام حلقة عبارة عن اجزاء اول وتاني. زي الحلقة دي، الجزء الاول سارة كانت بتتقمص دور واحدة عجوز، والجزء التاني راح يزور واحدة عجوز فعليا. سارة نازلة من السلم ومغطية كل جسمها، ومتفاجئة صراحة ازاي ما وقعتش في الطريق. ولازم نوريك رياكشن كل واحد فيهم وهي بتنزل بهدوء تام. جاي من التمطيط حسيت له اهلا بشوف وان بيس. بليز دونت كيل مي. السلام عليكم. وقعدوا يتكلموا شوية إن حياة العواجيز صعبة والسكس تو بي ذم وهكذا، وقلب الموضوع محاضرة عن أهمية الشعور بالغير في حركة كلاسيكية من الآباء. الموضوع ده فكرهم بصديقة جدتهم الميتة وقرروا يطمنوا عليها. هل ده أنا أم إن الجدة دي بتفكرني بحد؟ شخص بيلبس بنفسجي. مش عارفة. لديك ضيوف الليلة. أوه أخيرا، مليت من وجهك أنت وبنتك أم جبهة. مين هم؟ حبيبتك وابنة حبيبتي. حبيبتي من؟ أم سلمى. تلك ظننت أنه شخصا عليه القيمة. دايما حظي نحس، برجع أنام أحسن لي. قولي لهم لا يجوا يطفي النور وراك. فحبيبتي الجدة دي بتكرهها لأنها عجوز كحكوحة مزعجة وزهقت من رعايتها، فكان عندها حل أفضل. عندي فكرة مريحة جدا. وما هي؟ نرسلها إلى دار المسنين. وننتقل للجزء الثاني لما راحوا يزوروها. أمي، وصل ضيوفك. وات؟ قلت لك لا تجيبيهم. أقصد مرحبا عزيزتي، كم اشتقت إليكم. هاي دورة، لقد كبرتي وغيرت تسريحة شعرك القبيحة أخيرا. بل أنا سارة. ما شاء الله، غيرتي اسمك كمان. من كان يتوقع؟ بعدين سارة تسأل ليه البنت التانية دي واقفة لوحدها متوحدة كده، فكده تقول لها لأنها بتكرهني، وبتقول كده وهي مبتسمة كأنها سايكو. سارة راحت البنت تكلمها وتقول لا دايم جيرل، من راعي يكون ليكي جدة، يا ريت ليا واحدة. فالتانية تقول لها إنها مزعجة وعجوز وتبل لها. فسارة قالت لها ترضيها على أمك. فالتانية اتعظت على طول وراحت تواسي الجدة. ونشوف واحدة من أفضل الفريمات في التاريخ، اللحظة اللي أنا شفت فيها الرسمة دي فضلت أضحك عليها حبة حلوين صدقوني. المهم بتحب جدتها أرسام شتيه. يا أخيرا قررت أن تكوني بارة وتترك العقوق. ما زلت أكرهك برضو. وننتقل بعدها الحلقة مريبة زيادة عن
غير العادة. سارة ما كانتش عايزة تنظف البيت فخرجت مع أبوها يشتروا حاجات. يا أجمل أب، يا أحلى أب، يا أروع أب، خذني معاك. بس قررت تمشي وتسحب عليك إنها بتهرب. بعدين شافت واحد غريب معدوم وقررت تلحقه، ومن هنا الأحداث خدت منعطف غريب. الراجل سألها هل هي وحدها أو لأ، بعدين دعاها معاه لبيته علشان تلعب مع بناته، ولا حق إنها يرجعها، ولأنها كانت ضايعة ما كانش عندها اختيار تاني غير إنها تمشي معاه. ولما وصلوا قال لها ادخلي، بس هي قلقت وقالت له خلي بناتك يطلعوا بدل ما ادخل، بس هو أصر ومرضيش غير بإنها تدخل معاه علشان تنظف بيته. توقعت على الأقل 10 سيناريوهات أسوأ من كده بكتير، مع أوامر وأوامر أكتر بكتير. تعبت سارة وتمنت إنها ساعدت أهلها في الشغل من الأول. لا 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 لا، هذا كثير. بعدين ماتت، أقصد صحت من الحلم في العربية. مع إن الحلقة دي كان مبين من البداية إن الراجل ده كان جزء من حلم، بس ده ما يخليش الوضع أقل ريبة. اللي يخليني أتخيل الموضوع مشي بالشكل ده لأن ده فعليا أسوأ سيناريو ممكن للطفلة بعمرها تتخيله، بغض النظر عن الواقع اللي كان ممكن يحصل لو كان حقيقي. بس خلينا نرجع للقصص اللي بتضحك. أوكي، جه لسارة عجلة جديدة وهي سعيدة بيها جدا. بعدين علق في الدراجة كرة صوف فرمتها وراها بعفوية، وبطريقة ما فإنها طارت ووصلت للمطبخ ودلقت الأكل مما حرق البيت كله. فجت المطافي طفت الحريق. سارة حست بالذنب وراحت اعتذرت إنه معلش مان حرقت البيت، وهما بيلايك yeah it's okay girl go for it. وده المفروض إن الحلقة تبين إن هو مثال إن إحنا لا نؤذي الناس وما أعرفش إيه، مع إنه فعليا ما كانش قصدها تعمل كده. ما أظنش إن ده أفضل اختيار. حلقة أخرى كانوا بيتبرعوا بالملابس، فسارة خبت كل هدومها عشان ما حدش ياخدها، فالهدوم زعلت من كده لدرجة إنها بقت حية بتتحرك فجأة من غير أي تفسير، وراحت تكلم البنات عشان يقنعوا سارة بالتبرع وكذا. ولسبب ما فإنهم ما أظهروش أي ردة فعل إن فيه هدوم حية بتتحرك وتكلمهم. وافقت سارة انها تتبرع بالملابس، وقتها طاروا عشان يتم التبرع بيهم. ولما قلت لكم ان الكرتون ده شاطح مصدقتونيش. بالحديث عن الامور الشاطحة، مرة راحوا رحلة مدرسية للشاطئ، وسارة لقت سلحفة فركبت على ظهرها وانطلقت وسط البحر وقعدوا يطردوها بالمركب. والمدرسة بتقول حاجة زي اوه لا توقعت يحصل حاجة زي كده، بالاخص من سارة الأخت واضح عندها سمعة. واستمرت المطاردة لغاية ما وقعت وجابوها ورجعت مرضانة. هذا ما جاءنا من رحلة البحار. لقد أوصت لك طبيبة المدرسة بالراحة مدة أسبوع. حقا هذه أجمل رحلة في حياتي. كفاية حلقات لحد كده وخلينا ندخل في التقييم. شكرا شكرا يا حلوين، سين 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 سين. والآن عن انطباع سريع لجوانب العمل، ابتداء من الانيميشن اللي اعتبره من أول ما شفته وللآن أفضل ما فيه. ولكن لما أقول أفضل ما فيه مش معنى ده إنه هو أسطوري بشكل عام، هو لسه فيه مشاكل وعيوب، مع إنه الصراحة عجبني والتحريك سلس بشكل كبير في أغلبية المشاهد مع حركات متنوعة عفوية. واضح إن هم تعبوا عليه، وتقدر حتى تشوف ده من العدد الهائل للأنيميترز مقارنة بكل شيء آخر. الشخصيات نادرا بتكون ثابتة، بتتحرك بشكل شبه دائم لدرجة إنها بقت مشكلة أصلا، لأن في لقطات كتير الشخصيات بتتحرك بشكل أكتر من اللازم وبشكل مبالغ فيه، كأنهم عندهم فرط حركة واحدة، ولكني لم أنزل فيه حتى أخبرك عما فيه. ولكن في نفس الوقت في لقطات معادة كتير. إزاي؟ أنا أول مرة أشوف المشكلتين مع بعض في نفس الكرتون. تحس الميزانية بتفيض وتخلص في نفس اللحظة. مرة الشخصيات تتحرك 70,000 مرة في الثانية، ومرة لا. أحيانا بيضللوا المشهد والمشهد اللي بعده عدل يفقدوا الشغف، يلونوا اللاين ارت للشخصيات بعدين ينسوا يكملوا. ده غير حاجات زي الخلفيات الغريبة، الزوايا المضحكة، الكلام من غير تحريك الفم، اختلاف أحجام الشخصيات عبر اللقطات، والكثير من الرسمات المضحكة الأوف موديل للشخصيات. ومع كل العيوب دي بس مستحيل أقدر أقول إني بكرهه، لأن الأنيميشن مع الكتابة اللي أتكلم عليها كمان شوية ليهم طابعهم الخاص المميز واللي بيضحك، واللي خلاني بحبهم جدا. الأنيميشن ده من النوع الممتع للنظر إليه سواء بشكل إعجاب أو سخرية. وكتكملة للنقطة دي فإنه أظن تصميم الشخصيات جيدة جدا، أحيانا بسيطة أكتر من اللازم، تلاقي في شخصيات بلون موحد وبس، ولكن الشخصيات الرئيسية تعتبر مميزة أكتر طبعا. مع إني ما أقدرش أبص على سارة من غير ما أشوف إنها تشبه دورا جدا. I put on a black wig, got black contacts, used some makeup, and turned into a real Korean. Annyeong, my name is Penny. ومع اني حبيت البصريات ولكني ما اقدرش اقول نفس الحاجة على الصوتيات للكرتون، واللي هي اكبر انتقاداتي فيه، وهي الاناشيد، المؤثرات الصوتية والاداء الصوتي. كون الكرتون من غير موسيقى فانه بيحاول يغطي على ده بالاناشيد والمؤثرات الصوتية المختلفة، بس النقطتين دول ما تعملوش بشكل حلو خالص.
تفهمنيش غلط، انا ما عنديش ادنى مشكله مع الاعمال من غير موسيقى. يعني المهند كان كده وانا حبيته واستمتعت بيه، والهندسه الصوتيه فيه كانت جيده بشكل كبير. بس الاخوات سين ما كانش عنده نفس الرفاهيه مع العدد الكبير من الانيميترز، بس هو كان فيه واحد بس المؤثرات. وبرو انا عندي مشكله معاك، you had one job حرفيا. اغلب المشاهد اما بالكاد فيها اي مؤثرات للحركه، ولو فيها بتكون غريبه وغير مناسبه. في حلقه حرفيا سارقين الاصوات من سونيك. هيا يا بنات، لقد أحضرت لكن الهدايا. غير انها احيانا بتكون عاليه ومزعجه او بتغطي على كلام الشخصيات نفسها. لسبب ما دي مشكله شائعه جدا في الدبلجات الاسلاميه او اللي من غير موسيقى، والاناشيد هنا على نفس مستوى الاناشيد الاسلاميه لو عارفين قصدي. وغير شرط البدايه والنهايه، فان في دايما انشوده جديده مخصوص لكل حلقه. وعايزه اقول لكم كل ما تيجي واحده على طول بديها احلى واحده سكيب دي ولا ايه، لان ولا واحده فيهم تقدر تقول عليها حلوه حتى. وعشان انا بحبكم انا مش هسمعكم الاناشيد المريعه دي. just kidding. عانوا. هذه القطة، هذه القطة. كان الكل سعيدا حتى جاءت سارة بالأحزان. يا رب نجيني من ذلك الكرب. لا نطمع. واخيرا عندنا الاداء الصوتي. في البدايه ما كانش عاجبني قوي، بس بعد كام حلقه اتعودت عليه وعايزه اقول انه مناسب جدا. صوت ساره بالذات كان غريب بالنسبه لي، لان في نبره مختلفه كده صعب توصفها، بس كل ما سمعته اشوف انه فعلا لايق عليها جدا كشخصيه طفله شقيه مع كلام وتصرفات مضحكه. ساعة تقولينها بكل بساطة. ساعة أنا لا أطيق فرق الطعام أكثر من 5 دقائق. يعني احسنتي يا مؤدية الصوت. لربما الوحيد اللي ما قدرش اتعود عليه هو سلوى، اللي كل ما اسمعها احس ان هي بتتكلم كده اهو. وجزاك الله خيرا على تلك الكعكة. Oh, look, a strawberry. Oh, look, a strawberry. بس ما اظنش دي غلطة مؤدية الصوت، على قد ما في الاغلب قالوا لها اعملي نفسك طفلة عندها تخلف عقلي ولا حاجة. في كمان احتمالية ان المؤدين يكون منهم صغار في السن فعلا، بس للاسف انا ما اقدرش اعرف لانه لسبب ما مش مكتوب اسماء المؤدين خالص في الكريدتس. يعني ما اعرفش ليه، ولا يمكن انا ما شفتش، بس انا دورت كتير. وده ينقلني لاخر نقطة في التقييم، الكتابة والشخصيات. من الاخر ده واحد من اكتر البرامج الهادفة اللي بتضحك اللي شفتها، وواضح ان الكرتون عارف المعلومة دي بل هو معتمد عليها. الحاجة اللي شبه معدومة في برامج دينية او هادفة كتير على نفس الشكل، اللي بتميل لجانب مباشر جدي وجاف اكتر. بس مش هنا، هو خالي جدا وجوفي في احداثه وكتابته، مما انتقل للانيميشن بدوره. من رأيي فانه قد ضحى شوية من جزئية انه يبقى هادف في سبيل انه يكون ممتع اكتر، لانه البين قوسين درس اللي بيتم تعلمه في كل حلقة بيتعمل بسرعة جدا، وكانه محطوط كفكرة متأخرة اكتر منه اساس، لكنه تغيير مختلف عن برامجك المعتادة وتغيير مرحب بيه كمان. الكرتون ده لو بيفكرني بعمل فهو كرتون اللؤلؤ والمرجان من إيماري تونز. مش متأكدة مين اللي جه في الأول، بس الاتنين مشابهين في الأساس بتاعهم، اللي هو مواقف حياتية شوية لشخصيات شقية مسببة المشاكل اللي في النهاية بتتعلم درسها وتصلح خطأها لو أمكن. ولكن الفرق إن اللؤلؤ والمرجان كان متبع شيء واقعي شويتين، بينما الأخوات سين في جانب كرتوني أكتر وفكاهي. يب، اللؤلؤ والمرجان كان فيه لقطات كرتونية شوية، بس بشكل عام هو أشبه بشريحة من الحياة، ولكن كمان شرطه أفضل بمراحل من أخوات سين، مفيش مقارنة حتى. بس مع كده أنا بحب الاتنين بكل مزاياهم وعيوبهم، واعتبرهم إضافات حلوة للكرتون الهادف. بالنسبة للشخصيات، مع إن الكرتون اسمه الأخوات سين، لكنه يفتقر تماما لقصص تركز على سلمى وسلوى واكتفى بمتاعب سارة. أظن كان يكون أفضل بكتير لو إنه نوع في النقطة دي عشان يعيش أكتر لاسمه. مع إنه تفهمنيش غلط، سارة is the goat. أحيانا أتخيل إن الكتاب حبوا قصصها وكلامها الشاطح جدا لدرجة إنهم حطوا كل التركيز عليها دايما، وادوها حوار بيضحك في حياة كتير. خليني أوريكم كذا مثال. مثلا من سوء الأدب أن يتكلم الصغار مع الكبار بهذه الطريقة. لقد أغرقني. هيا تشجر معه في أذنه. يا للخسارة، ولكن رأسك باردة. هل كل الأمراض تعرف من لمس الرأس؟ بطني تؤلمني. ألم يخبرك أحد يا سارة أن هناك ما يسمى الرحمة؟ أخبروني أن أرحم الحيوان فقط. ومع ان الكرتون سطحي في افكار، مجرد انظروا سارة تسبب مشكلات من جديد، بس ما قدرتش اني ما اتعمقش اكتر في التفكير فيه. انا الصراحة ما اعرفش هل اللي توصلت ليه ده كان في جانب مقصود من الكتاب او انه الصدفة اكتر، بس كل حلقات عبارة عن سارة عملت ده، سارة سوت ده، سارة شقية، سارة شريرة، بس نو
تبا لكم انا مظلومة وانا هثبت ده دلوقتي. كونها الاخت الوسطى فانها لا عاقلة زي سلمى ولا كيوت زي سلوى، بالتالي بتسحب عليها في النص. وربما طريقتها للبحث عن اي اهتمام كانت بافتعال مشاكل، وده تصرف منتشر عند اطفال فعلا، مع انها في الحقيقة شخص كويس زي ما شفنا في حلقات كتير. بمجرد ما تفكرها بالصح بتتراجع على طول، ولكن من الواضح ان متعبها خلى الناس تفهمها غلط، انها بقت جزء من شخصيتها، مبقاش حد يعبرها اكتر كسارة ذات نفسها. وانا عندي كام دليل على كده. في حلقة لما عملت نفسها عجوز ما كانوش واخدين بالهم ان دي سارة في الاول، بل الام اتعرفت على الملاية اللي بتغطيها وليس سارة نفسها. ملاءة الفراش التي لفت بها نفسها. فقط ظننت أنك عرفتني لأنني ابنتك. مرة تانية كانت حاجة وجعتها، بدل من انهم يروحوا يطمنوا عليها بس هم قعدوا يضحكوا، وكلام الناس التانية عنها لعلك بخير الآن يا عم فريد. بخير وأنت بعيدة عنه. في مرة تانية بوظت شغل أبوها فخافت وفضلت مختفية أغلبية الحلقة. وفي نفس الحلقة دي بيوضح إن بعد كل ده فهي مجرد طفلة، لأن أبوها كان طالب طن خشب للشغل، فشافت كده وقالت هنعمل إيه بالخشب ده كله، خليها شوكولاتة ناكلها أحسن. ولأنها مش متخيلة مدى حجم الطن شوكولاتة وظنتها يخلص بسرعة، فإنها خلتها 10 أطنان، وعلى كلامها ده يكفيهم سنة. هي مش مستوعبة كبر الكمية، زي ما هي ما كانتش متخيلة سيناريو أسوأ من تنظيف بيت الراجل. غير كده حلقات كتير جدا بتتضمن ان سارة بتحلم بكابوس او حلم سيء عن مواقف مختلفة. دي في الاغلب مجرد طريقة لسرد الحبكة وتعليمها درس وهكذا، بس ما قدرتش ما احسش ان ده عقلها الباطن المليان بامور سلبية من كتر ما حدش مهتم بيها، او حتى تقدر تقول ان جواها هي عارفة ان تصرفاتها دي غلط فكل شوية تحلم بالعواقب. حلقة تانية قطفت وردة فبعدها حلمت انها زهرة وباقي الورود بيهجموا عليها، مما خوفها كفاية لدرجة انها رجعت الوردة للأرض تاني. سارة بتكره اللبن فحلمت ببقرة بنفسجية راقصة تذكرها بفوائد اللبن. كانوا في عيد الفطر وافتكرت ان هم مشوا وسابوها لدرجة انها حلمت بحصان بيقول لها العكس. وحلقات كتير على نفس المنوال. هي مسببة مشاكل وشبه دورة، بس هي كيوت وبحبها وتستحق الافضل. لربما تحليلي هنا كان مبالغ فيه والوضع ابسط من كده بكتير، بس ده اللي انا بحب اعمله هنا ولا تلموني جايز. وفي النهاية الكرتون ما طلعش بنفس السوء اللي انا توقعته، واظنه ممتع جدا، وده لوحده احسن من مراحل من 3/4 البرامج اللي اتكلمت عنها، كله بفضل سارة. لذا شكرا لك يا سارة. وده كان كله عندنا النهارده. تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة وتقولوا رايكم في التعليقات. تابعوني على الانستا، الوصف تحت. اشوفكم في الفيديو جاي، مع السلامة. That's a child!